تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو السلام حول العالم. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم معي أنا خديجة برهان في حلقة جديدة من برنامج المرأة والحياة. اليوم لمدة 45 دقيقة راح نتكلم في موضوع مهم من المواضيع اللي تخص المرأة في حياتها. عنوان هذه الحلقة بعنوان علاقة المرأة بنفسها وأثرها في الحياة. طبعا احنا المرة الماضية بدأنا في الكلام عن أثر العلاقة مع الله سبحانه وتعالى في حياة المرأة. اليوم راح نتكلم عن علاقة المرأة بنفسها. حقيقة أنه موضوع علاقة المرأة بنفسها هو من المواضيع المهمة جدا. هو راح أسميه أنا أهم مشروع ممكن تخوض المرأة في حياتها، أو أهم أمر لازم يعني تسويه المرأة في حياتها، تقوم فيه في حياتها. طبعا لو رجعنا شوية لموضوعنا السابق اللي هو العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وأثره في حياة المرأة، قلنا أنه أساس العلاقة أو الأساس اللي راح تنبني عليه كل العلاقات الثلاثة هو العلاقة بالله سبحانه وتعالى، وهو ذا الأساس. وبناء عليه راح تتضح شكل العلاقات التالية اللي هي علاقة المرأة بنفسها وعلاقتها بالآخرين، كيف شكلها، كيف الإطار تبعها، كيف نظامها، إيش نتائجها، إيش أثرها في حياتها. في علاقة المرأة بنفسها مهمة جدا، وهو من أهم المواضيع والمواضيع الأساسية جدا اللي المرأة دائما، خليني أركز أنا أقول المرأة هو موضوع مهم جدا لكلا الطرفين سواء كان الرجال أو النساء أو للجميع، بس هذا الموضوع مهم جدا للنساء لأنه هو المدخل الرئيسي للمرأة ولعقل المرأة ولقلب المرأة حتى تقدر تفهم هي فين موقعها في الحياة، هي فين موقعها في النظام الكوني، هي إيش موقعها أو فين موقعها في حياة الرجل، في حياة أبنائها، في حياة أصدقائها، أرحامها، في حياتها مع نفسها، فين موقعها بالضبط عشان تعرف هي فين. هذا مهم. لذلك هذه العلاقة هي واسطة العلاقات أو هي الجسر بين كل العلاقات اللي ممكن تقوم فيها المرأة فيما بعد. طب إيش معنى علاقة المرأة بنفسها؟ علاقة المرأة بنفسها أو معرفة المرأة لذاتها معناها أن المرأة على إيش بتركز، على إيش يعني هل هي بتعرف نفسها ولا لا. ببساطة يعني ممكن نقدر نقول عليه أنه هو معرفة المرأة بنفسها. لو تعاملت المرأة الآن مع نفسها أنها هي شخص آخر، هي شخص ثاني تماما، يعني هي وهي بهذا الشكل، حنسألها هل أنت تعرفي نفسك؟ تعرفي ذاتك؟ تعرفي إيش تحبي وإيش تكرهي؟ تعرفي نقاط ضعفك وقوتك؟ تعرفي علمك في هذا الجانب قد إيش وجهلك قد إيش في هذه الأشياء؟ قد إيش معرفتك بنفسك؟ هذه هي الأسئلة اللي تدور فيها معرفة الذات أو معرفة المرأة بنفسها. لذلك المرأة لما تركز على نفسها معناها هي تركز إن هي تتعرف على نفسها، زي تركيزها لما تتعرف على الآخرين، زي نفس الشيء اللي تبذله جهد في معرفة الآخرين. الآن لما نقول نحن كلمة علاقة هي كلمة عميقة جدا، كلمة يعني واضحة جدا إيش معناها. لا يمكن نقول علاقة إلا كلمة علاقة لشخص مع شخص أو إنسان مع نفسه إلا من خلال إنه هو معناها يعرفه. فإذا كان ما بيعرفوا أساسا ما راح نسمي هذه المعرفة أي علاقة. دليل بذلك على ذلك إيش هو؟ إنه إحنا ممكن نكون في مكان ما، في غرفة استراحة، في مستشفى، في مدرسة، في أي مكان مؤقت، يعني شيء حاجة ساعة ساعتين تتعرفي على واحدة. طيب هل ممكن تيجي لأحد تقولي له أنا والله تعرفت على واحدة وصار بيننا علاقة مثلا؟ لا يمكن، لأنه أنت معلوماتك أساسا محدودة جدا، يا دوب ممكن تعرفي اسمها وسبب مجيئها لهذا المكان
وقد إيش حتقعد في ذا المكان فقط. فبالتالي ما في هنا علاقة. وهذا الحادث أو الحاصل الآن مع المرأة مع نفسها، إنه هي ما بتعرف نفسها، ما بتعرف مقدار قوتها ومقدار ضعفها، مقدار علمها، مقدار جهلها، مقدار فهمها لكيفية إدارة نفسها وعدم فهمها لهذا الجانب. لذلك علاقة المرأة مع نفسها دائما تتركز في بناء المرأة لنفسها ولذاتها، ومو بس المعرفة هذه، إنما تربيتها كمان لنفسها في إطار محدد أو في إطار معين، وتطويرها وزيادة علمها وتقوية إرادتها. في بعض النساء مثلا عندها تصور عن نفسها. خلينا نقسم النساء قسمين. في نساء يعرفوا نفسهم أو يقدروا يتخيلوا صورتهم الذهنية في نفسهم، يعني تقول لك أنا مثلا أتخيل نفسي مو خلال 5 سنوات ولا 10 سنوات، دائما يعني للمستقبل أتخيل نفسي أن أنا أكون الشخصية القوية الطموحة اللي تعرف كل شيء، اللي تكون مخلصة تعليم جامعي في تخصص معين، اللي تكون تأثيرها كذا وكذا في أسرتها، اللي تبغى تتزوج رجل بمواصفات معينة، تبغى تنجب عدد قد كذا من الأبناء بهذا الشكل أبغى ربيهم. هذا الخيال في ذهنها، هذه صورتها عن نفسها. ومن قوة الصورة في ذهنها تلاقيها دائما الصورة هذه حاضرة، لذلك هي تنتبه تماما إيش الأشياء اللي تدخلها داخل عقلها من العلم والمعرفة والخبرات. فهي منتبهة تماما لهذه الصورة الذهنية، لذلك هي دائما تدخل الأشياء اللي تخدمها في هذا الجانب، اللي تقويها، اللي تزيد ثقافتها، اللي تزيد معرفتها، اللي تزيد قوتها وجراءتها، اللي تزيد دائما تلوين أو تشكيل هذه الصورة الذهنية عنها. وفي امرأة ثانية ممكن تتخيل أي واحدة من السوشيال ميديا، تختار لها نموذج من السوشيال ميديا، تقول أنا والله أتمنى أكون زي هذه فلانة الفلانية. طيب هذه فلانة الفلانية كيف هي؟ طيب شخصيتها تعرفيها ما تعرفيها؟ ما تعرف إلا القشور عنها، معناها هي تبغى تصير هذه القشرة فقط، وهي تتصور من خلال هذه القشور إن هي راح تكون كمان من الداخل زي ما هي تظهر عليه. يعني ممكن هذه اللي في السوشيال ميديا تطلع جريئة أو تتكلم وما يهمها شيء، فتظن المرأة أنه هذه المرأة شجاعة وعندها علم وعندها معرفة وعندها فهم، لكن ما بتدرك أنه هذه فقط قشرة، لكن في الداخل ما في أساسا محتوى، لأن لو كان في شيء قيم كنا راح نشوفه في الخارج. فدائما الغطاء هذا القشرة الخارجية خاصة اللي تكون تخالف المجتمع، تخالف العرف، تخالف الشرع، ندرك تماما الأشخاص من الداخل هم فارغين تماما. لأن المرأة المسلمة لما تبدأ تبني نفسها وتبني ذاتها وتطور عقلها وعلمها وقدرتها وذكائها، هي في الأساس بنت علاقتها الأولى علاقة مع الله سبحانه وتعالى. معناها أنه هي جعلت الخط أو البرواز اللي راح تبروز فيه شخصيتها هو علاقتها بالله سبحانه وتعالى. معناها أنه هي راح تقيم أعمالها على مبدأ الإسلام اللي هو الحلال والحرام، فهي راح تكون أفعالها اللي حتقوم فيها في بناء شخصيتها تمشي مع الأحكام الشرعية، حلال ولا حرام، أسوي كذا ولا ما أسوي كذا، يجوز أسوي زي كذا ولا ما يجوز أسوي زي كذا، حرام أسوي زي كذا ولا مو حرام، هل يصح أني أسوي زي كذا أو لا يصح أني أنا أسوي زي كذا. ما راح تنظر وترفع قيمة الأعراف والعادات والتقاليد والمجتمع وكلام الناس أثناء ما هي تبني نفسها. فهذا الشيء اللي راح تقوم فيه راح يجعلها شخصية متميزة تماما، متميزة في هذا الجانب، في الجانب الإيماني. ومن خلال تميزها في الجانب الإيماني راح تنطلق للتميز في الجوانب الثانية. معناها حتبدأ تتعلم بشكل تلقائي كيف تكون أو كيف تكون تعاملاتها مع نفسها. الله سبحانه وتعالى كيف قال لها تتعامل مع نفسها؟ الإسلام جاء قال لها كيف تتعامل مع نفسها. هل تشد على نفسها أو تشق عليها؟ لا، معناها هي تكون فيها رحمة لنفسها مع نفسها. هل مثلا أنه تقبل أنها تكون في جهل؟ لا، لأنه الإسلام جاء قال لها لا، لازم تتعلم، معناها حتبدأ تتعلم. طيب تتعلم إيش؟ الإسلام قال إيش؟ أحب الناس لله أنفعهم للناس، معناها تفكر هي تتعلم الشيء اللي تنفع في أول شيء نفسها
وبالنتيجة راح تبدأ تنفع الآخرين، راح تنطلق معناها في سلوكياتها في هذه الجوانب كلها مع ما يريده الله وما يريده الإسلام منها. تكون إيش؟ شخصية مسلمة، شخصية مميزة جدا. هذه الشخصية المسلمة أو الشخصية الإسلامية لما نطلق عليها هذا اللفظ، هي في الحقيقة شخصية تفكر أول شيء إنه هي إنه هذه هي مخلوق لله سبحانه وتعالى، معنى إنه الله خالق، معناها هي تنضبط في أحكامها في الحياة الدنيا وفي أفعالها بالأحكام الشرعية، تتبع أوامر الله وتنتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى. هذه الشخصية المسلمة معناها داخلة في إطار عقلية ونفسية إيمانية، تفكر دائما تراقب الله ودائما تربط أفعالها بما يريد الله. نحن ما نبغى نكون نحصر لما نقول ما يريد الله أو ما يريد الإسلام معناها أنه هو شعائر تعبدية، معناها هو جانب روحاني فقط، لا. الكلام في هذا الموضوع واسع جدا. الإسلام أو الإنسان أو الشخص المسلم أو المرأة المسلمة ما هي محكورة في جانب صغير، في جانب تعبدي مثلا، وحياتها دائما يعني كلها تدور مع الشعائر ولا مع مثلا الأفعال اللي هي لتقرب لله، لا. معناها أنه الإنسان حيعيش ويستمتع بكل ما الله سبحانه وتعالى وضعه في الأرض لهذا الإنسان، لكن بكيفية ترضي الله، بالأسلوب اللي يرضي الله، مو على أساس الهوى ولا على أساس الحرية ولا على أساس المجتمع أتعامل مع الأشياء بشكل يعني فوضوي، إنما بشكل منضبط. معناها الإنسان اللي عنده شخصية إسلامية هو إنسان قادر على أنه يستمتع بكل ما خلقه الله على هذه الأرض، وبكل ما آتى الله والإنسان من قدرات ومهارات ومواهب وذكاء وعقل، راح يستمتع فيه ويستخدمه استخدام منتج في إعمار للأرض، في إعمار لنفسه، في فائدة للآخرين. ما راح يفكر بشكل أناني أو بشكل يعني محصور دائما في زاوية مصلحته وزاوية أنه أنا إيش أبغى وإيش ما أبغى. طيب، هل لعلاقة المرأة بنفسها أثر على حياتها؟ هل المرأة لما تعرف نفسها في أثر على حياتها؟ طب قبل ما نتكلم في هذا الموضوع خلوني بس أعطي فائدة صغيرة لكيف المرأة تعرف ذاتها. ممكن هو تمرين بسيط جدا راح أقوله من واقع أن أنا يعني كوتش في ذا الجانب. ببساطة ممكن أي إنسان يجيب ورقة ويقسمها قسمين ويضع نقاط في عناوين، يعني في الجانب الأيمن نقاط القوة أو ما أعرفه، وفي الجانب الثاني نقاط الضعف أو ما أجهله عن نفسي. على مدار أسبوع سؤال واحد هو لازم المرأة تسأل في نفسها: أنا إيش أعرف عن نفسي؟ أو إيش هي نقاط قوتي؟ فالسؤال إيش هو نقاط قوتي على مدار أسبوع راح يعطي النتيجة الصحيحة لمعرفتك، مدى معرفتك بنفسك. والسؤال مدى ضعفي كمان على مدار أسبوع كامل راح يعطيك تصور لمعرفة نقاط ضعفك. نقاط قوتك ونقاط ضعفك هي المدخل لمعرفة أثر هذه النقاط على حياتك. انتظرونا، لا تروح بعيد، رح نرجع لكم بعد الفاصل نكمل هل لعلاقة المرأة بنفسها أثر على حياتها وعلى من حولها. فاصل وراجعين لكم. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك،
نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. احنا وقفنا قبل الفاصل عند سؤال مهم: هل لعلاقة المرأة بنفسها أثر على حياتها؟ من واقع أن أنا مستشارة أسرية، الكثير من المشاكل اللي كانت تيجي سواء كانت من المرأة أو من الرجل في هذا الجانب، كثير من المشاكل في الحقيقة لما نيجي نحل المشكلة أو نبحث في جذور المشكلة نلاقي أنه أساس المشكلة هي المرأة. إيش معنى أساس المشكلة هي المرأة؟ طبعا أتمنى من المستمعات أنه ما يزعلوا، لكن هذه الحقيقة. ولما نقول أنه أساس المشكلة هي المرأة هو مو قصدنا أن احنا نتهمها بشيء، لكن المشاكل هي نتائج. زي الإنسان لما يكون عنده صداع ياخذ مسكن، وعنده صداع وياخذ مسكن، طب وبعدين المفروض أنه ما ياخذ مسكن، المفروض يعرف ليش في صداع، من فين جاي هذا الصداع. زي كده بالضبط المشاكل، لما كانت المشاكل تأتي ونبحث في جذور المشكلة نلاقي المرأة هي المشكلة. ليش المرأة هي المشكلة؟ المرأة ما تعرف نفسها، ما تعرف ذاتها، ما تعرف تدير نفسها أساسا. يعني قلة معرفتها أو جهلها بمعرفة نفسها وعدم قدرتها على إدارة نفسها، هذا كان يخلق عملية يعني مشاكل أو تشابك أو اشتباك داخل البيت، سواء كان مع زوجها، سواء كان مع أولادها، سواء كان مع المحيطين. لأنه إنسان لما يكون هو أساسا ما يعرف نفسه ولا يعرف كيف يتعامل مع نفسه ولا يعرف نقاط ضعفه وقوته، هو ينظر لسلوكيات تصرفات الآخرين تجاهه هي كأنها أسهم يعني أو أسلحة موجهة ضده. هو ما في شيء ضده أساسا، لأنه هو صورته كده، هو شايف إنه الناس ضدي، الناس تعاملني بهذا الشكل، الناس ما تحبني، الناس تتهمني بكذا. الناس ما لها علاقة بهذا كله. السؤال هو أنا إيش علاقتي مع نفسي؟ أنا أتهم نفسي بشيء؟ هل أنا أعرف نفسي؟ هل أنا فاهمة كيف أتعامل مع نفسي؟ هل أعرف نقاط ضعفي وقوتي؟ هل أنا أساسا قادرة أني أنا أتعامل مع نفسي بهدوء وراحة وطمأنينة من خلال المعرفة هذه ولا لا؟ لما أكون أنا أعرف نفسي معناها أنا حتعامل مع الآخرين من خلال معرفتي بنفسي. فلما يجي أحد من الناس مثلا يقول لهذه المرأة أنت فيك وفيك وفيك وفيك، تأخذ الموضوع على محمل شخصي، ما تنظر له إلا أنه التهمة، وتنظر له أنه هي متهمة لأنه هي ما تعرف نفسها. لكن لو هي تعرف نفسها هي تعرف تماما أنه هذا الكلام هذا صورته عن نفس الشخص الآخر أو ما يريده هو، لكن أنا لست هذا الشخص أو أنا لست هذا الفلانة الفلانية. أنا إنسانة صادقة، أنا إنسانة قوية، أنا أعرف الحدود تبعي في التعامل مع الآخرين، أعرف الضابط تبعي في علاقتي مع الآخرين، لأني أنا أراقب الله سبحانه وتعالى. معناها لما يجي الشخص آخر يتهم هذه المرأة مثلا أن هي تكذب وأن هي شريرة وأن هي مؤذية وأن هي دائما تعطي إحساس علامة استفهام عن من يتحدث هؤلاء الآخرون بهذا الشكل. فكل ما المرأة عرفت نفسها معرفة حقيقية وقوت نقاط ضعفها وزادت علمها وطورت نفسها وصار عندها قناعات وخطوط حمراء في حياتها وخطوط خضراء في حياتها، ودائما تعرف حدودها مع نفسها وحدودها مع الآخرين، هذه إنسانة غير قابلة للاختراق، غير قابلة أنه أحد يهزمها أساسا، لأنه هي عارفة نفسها. فبالتالي هي دائما تشتغل على أنه نقاط الضعف عندها تقويها، تنطلق دائما هذه الشخصية من نقاط ضعفها، مو من نقاط قوتها، من نقاط الجهل، من نقاط الضعف، من النقاط الهشة جدا، من هنا تبدأ تشتغل عليهم فتقويها وتزيد خير على خير، علم على علم، إرادة على إرادة، فتنتج لنا امرأة قوية جدا. طيب ليش المرأة يعني
قبل ما نتكلم ليش المرأة هي ما تبذل جهد إن هي تتعرف على نفسها وعلى ذاتها، إيش العوائق اللي تقف أمامها، خلوني أذكر لكم إيش هي المواضيع أو الجوانب اللي لازم المرأة تشتغل فيها على نفسها عشان تقدر تتعرف على نفسها، تبني علاقة مع نفسها. إيش هي الجوانب؟ طبعا عندنا أكثر من جانب، في جوانب ما راح نتكلم فيهم ولا نخوض فيهم، لكن أنا راح أعطيهم يعني كمعرفة فقط، لكن التوسع فيها مش في هذا البرنامج ولا في هذا المجال، يعني لأنه مجال تاني هذا. طيب، الجوانب للمرأة لازم تشتغل في معرفتها لنفسها فيها، تبدأ من الخارج إلى الداخل من برا. فأول هذه الجوانب هي جوانب مثلا اللي هي أساسية، يعني اللي هي مسائل متعلقة مثلا بالنظافة والطهارة، فهذه ما راح نخوض فيها لأنه نحن المسلمات عندنا ضوابط شرعية في ذا الجانب، وعندنا يعني طريقة الإسلام في إيضاح هذا الجانب للمرأة وتتعلم هي المرأة بذاتها وبنفسها. الجهل في هذه الأمور ما يفيد أحد، لا النساء ولا الرجال، لذلك التوسع في هذا الجانب كمان هو مرجع لكتب الفقه، فتقدر المرأة ترجع فيه وتزيد علمها وفهمها وثقافتها في هذا الجانب، وتكون قوية وتكون مصدر علم للآخرين من خلال فهم كل الجوانب المتعلقة بمسائل الطهارة والنظافة الخاصة بها هي أو خاصة بالنساء في هذه الأمور. يعني ما في داعي المرأة كل ساعة تانية ترجع في هذه الأمور في بحث فتاوي شرعية، تتعلم هي بنفسها، تبذل شوية جهد تتعلم هذه الجوانب. عندنا مسائل الثانية المهم جدا المرأة تتعلمها وتتعرف عليها، مسائل المطعومات والمشروبات أو المأكل والمشرب، يعني ما يصح أكله وشربه وما يعني ما يجوزه، بلاش يصح، ما يجوز أكله وشربه وما لا يجوز. طبعا احنا بصفتنا مسلمين احنا متفقين تماما على مسألة الحلال والحرام في كل شيء. برضو التوسع في هذا الجانب مهم، لأنه ظهرت أمور جديدة كثيرة جدا عالقة، فصار دائما الواحد سؤال هل يجوز أشرب كذا ولا ما يجوز أشرب كذا، يجوز أكل هذا الشيء ولا ما يجوز هذا الشيء، هذا حلال ولا هذا حرام. التوسع في هذه الأمور كمان تقدر ترجع له المرأة لكتب الفقه وتتوسع فيه، تفيد نفسها وتفيد الآخرين. الجانب الثالث اللي لازم تشغل نفسها المرأة فيه أو تتعلمه ويكون هو مدخل من مداخل القوة ومعرفة في شخصيتها وفي علمها وفي ذاتها، اللي هو الأحكام المتعلقة بالعبادات، أي يعني الشعائر التعبدية الواجبة وغير الواجبة. يعني عندنا الصلاة، أحكام الصلاة وأحكام الصيام، معرفة هذه الأشياء والأحكام المرتبطة بها والأحكام الفقهية طبعا بدون تشدد وبدون تساهل، يجعل موضوع اللي هو القيام بالشعائر التعبدية موضوع ممتع جدا وسهل جدا، لأنه سهل في أي وقت، ما في تنطع، ما في تشدد، ما في أي مبالغات زيادة، يعني مثلا أنه مبالغة في طريقة الصلاة والبطء الشديد، ما في داعي لهذا كله. معرفة الأحكام الفقهية في هذا الجانب مهمة جدا للمرأة وللآخرين، وبعد كده حتلاقي أنه هي بيفرق تماما معها موضوع الصلاة لما تقوم بالشعائر التعبدية، وتأثير هذه الشعائر التعبدية على شخصيتها رح يفرق. لما نعبد الله سبحانه وتعالى على علم مو زي لما نعبد الله على جهل. لما نقوم بالشعائر التعبدية وإحنا عارفين كيف الصيام وأحكام الصيام والسحور والفطور يعني والأشياء اللي تدور مع هذه الأحكام، أو الصدقة والتسبيح والزكاة والحج وهذه الأشياء، لما نعرف الأحكام المتعلقة بها رح يزيد قوة لشخصيتنا، رح يأثر تماما، رح ينعكس على شخصيتنا نحن، رح نشعر بالقوة بهذا العلم. دائما العلم هو قوة، سلاح قوي جدا، والقوة هي في ثلاثة، هي في العلم والدين والمال. فالمرأة لما تأخذ قوتها من خلال العلم رح تشعر أن هي مؤثرة في نفسها ومؤثرة في الآخرين. لذلك هذه الأحكام المتعلقة بالشعائر التعبدية أو بعبادة الإنسان سواء كانت الواجبة ولا غير الواجبة، والعلم فيها والفهمها وتطبيقها هيأثر تماما على حياتها. عندنا رابع جانب المرأة لازم تهتم فيه، ومع الأسف الشديد في الواقع الحالي نحن النساء عندنا تساهل شديد جدا في هذا الجانب، اللي هو والتساهل صراحة مو جاي من قبل النساء، إنما كمان تساهل من قبل الرجال، لكن الكلام للنساء، اللي هي الأحكام المتعلقة بلباس المرأة.
الأحكام المتعلقة، الأحكام الشرعية طبعا متعلقة بلباس المرأة. لما نيجي نقول إيش هو لباس المرأة، لباس المرأة في الفقه أساسا ينقسم إلى قسمين: لباس في الحياة العامة ولباس في الحياة الخاصة. الحياة العامة يعني الحياة خارج البيت، في الشارع، في العمل، أي شيء برا البيت، هذه حياة عامة. هنا جاء الإسلام وجعل في أحكام خاصة أو شروط خاصة لمواصفات اللباس الشرعي. اللباس الشرعي وليس اللباس الساتر، اللباس الشرعي له أحكام معينة وشروط خاصة. إذا انطبقت هذه الشروط على ما تلبسه المرأة خارج المنزل، الآن صار هذا لباس شرعي. إذا ما انطبق عليه ممكن يكون لباس ساتر، بس أكيد مو شرعي. ولما نقول لباس ساتر يعني ما نراه الآن. تلبس الواحدة مثلا تنورة طويلة أو فستان طويل وكم طويل وتحط غطاء على راسها وتخرج فيه برا، هذا لباس ساتر بس مو لباس شرعي، مو هو اللباس اللي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ معرفة هذه الأحكام مهمة جدا. هذا لباس المرأة في الحياة العامة. عندنا اللباس الثاني اللي هو لباس المرأة في الحياة الخاصة. في الحياة الخاصة لما نقول حياتها داخل المنزل، حياتها داخل المنزل كمان في الإسلام هو هذا اللباس له ضوابط معينة، لأنه في لباس ينلبس أمام المحارم، في لباس أمام غير المحارم، في لباس أمام المرأة المسلمة، في لباس أمام النساء الغير مسلمات، ففي ضابط شرع في الموضوع. التساهل جاي في موضوع النساء في هذا الجانب، أنه قد تكون علاقتها مع الله كويسة وعبادتها كويسة وتدينها ما شاء الله تبارك الله، لكن عندها تساهل عظيم جدا في هذا الجانب، فممكن تخرج برا وهي لابسة لباس ساتر، أو مثلا مظهرة شيء من زينتها، أو ما تنضبط بالحكم الشرعي في لباسها، أو هي تكون منضبطة بالحكم الشرعي لكن بنتها ما تنضبط. ولما تسأل ليش كذا، إيش التناقض هذا، فدائما في تعليلات. إما أنه أنا يعني علاقتي بالله يعني ما أبغى أسوي هذا الشيء للناس وهذا الشيء مو مهم، فتقلل من قيمة اللي هو الانضباط بالحكم الشرعي في هذا الجانب. طبعا هذا يأثر في علاقتها بالله، لأنه علاقتنا احنا بالله علاقة عبادة، معناه نحن نسير حياتنا كلها مع ما يرضي الله وما يغضبه، يعني تجنب ما يغضبه والإتيان بما يحبه. أو بنتها مثلا تتساهل وهي طالع، طيب ليش كده مثلا، ليش أنت متساهلة مع بنتك بهذا الجانب؟ تقول ما أحبها تتعقد، أبغاها تقتنع، هي لسه صغيرة، ما أبغاها تتعرض للتنمر. في 100 حجة وحجة أمام الامتثال أمام هذا الأمر الشرعي. طب هذا الشيء هل يأثر على حياتها، على علاقتها بنفسها ويأثر على حياتها؟ نعم يأثر. كل شيء يكون بعيد عن الله وعن الطريق الصحيح والواضح في علاقة الإنسان بنفسه وعلاقته بالله يأثر على حياته، من حيث أنه إيش، لكل شيء شؤم، يعني شؤم المعصية هذا فيلحق المرأة، فيأثر على مزاجها، على شعورها، على كيفية تعاملها مع الأشياء، على تساهلها. تتساهل في هذا الشيء معناها تتساهل في شيء تاني، معناها تتساهل في شيء ثالث. بالتدريج بنائها الشخصي اللي بنته بقوة بسبب التساهلات هذه هي تبدأ تهدمه. زي الإنسان اللي يشتغل شغل عظيم جدا وبعدين بتساهله بأنه ما يتخذ احتياطاته وتدابيره للمحافظة على هذا البناء العظيم أو البنيان الكبير، فمن دون ما يشعر هو يهدم هذا البنيان من أماكن متفرقة إلى أن يسقط. لذلك التساهلات هذه اللي تأتي بها المرأة في حياتها من خلال الجهل، عشان كذا ركزنا أنه العلم مهم جدا، أنه المرأة تتعلم. ولما نقول تعلم مو تتعلم القراءة والكتابة، إنما تتعلم ما يلزم حياتها، ما يلزم شخصيتها، ما يلزم قوام سعادتها هي وسعادة كل من حولها. فكل ما المرأة كانت جاهلة وما تعلمت معناها هي راح تهدم نفسها، راح تهدم الآخرين، وراح تهدم المجتمع كله. وكل ما تعلمت هي راح تكون هي قوية في بنائها مع نفسها، هي راح تساعد الآخرين في بناء أنفسهم، هي راح تحافظ على بيتها، على زوجها، على أولادها، على كل المحيط اللي هي بتأثر عليه. فكما أنه الضعيف بيأثر بشكل غير مباشر، القوي بيأثر بشكل مباشر أكثر. فمعرفة المرأة بهذا الشيء أو بهذه الأحكام الشرعية الخاصة فيها هو قوة لها، رصيد قوي جدا لها. طيب احنا هنطلع فاصل الآن، وقبل ما نطلع الفاصل أحب أقول إنه إحنا عندنا موضوع مهم بعد كده، اللي هو خامس شيء مهم جدا، جانب مهم جدا لازم تهتم المرأة فيه، اللي هو جانب الأخلاق.
فابقوا معنا ولا تروحوا بعيد، لأنه هذا الموضوع جدا مهم للنساء، وخاصة أن هم بيدوروا في هذا الفلك. فاصل وراجعين لكم. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. إن أردنا للهوى والجهل حدا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ أين أنت أيها الجيل الطموح؟ أين أنت أيها البر النصوح؟ إننا جئنا بأحلام تسامى، في سماء المجد والحلم تنامى. تستمعون الآن إلى برنامج المرأة والحياة مع الأستاذة خديجة برهان. عدنا والعود نحمده. رجعنا لكم في نكمل موضوعنا، أهم جزء أو أهم فقرة في موضوعنا، موضوع الأخلاق. الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الأخلاق قسمين: أخلاق حسنة وأخلاق سيئة، ببساطة يعني. إيش أهمية الأخلاق؟ نحن لما نتكلم عن الأخلاق بصفتنا مسلمين نفكر إنه موضوع الأخلاق هذا موضوع يعني إنه هو شيء من السنن، يعني خليك عندك حسن خلق أو عندك حسن خلق، وخليكي لطيفة وخليكي كذا، نعتبره كأنه هو يعني زيادة. وهو في الحقيقة ما هو كذا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. إيش معنى هذا الكلام؟ معناها إنه في أخلاق يجب على المرأة أن هي تتصف بها، مو بس المرأة طبعا، أنا الموضوع هو برنامج المرأة والحياة، لكن موضوع الأخلاق هو للجميع. في أخلاق لازم نتصف بها نحن نساء ورجالا، صغارا وكبارا أيا كان، لازم يجب. نأثم إذا احنا ما عندنا هذه الأخلاق، نأثم تماما. من هذه الأخلاق زي إيش؟ عندنا الصدق والإخلاص. الصدق هو البوابة لكل شيء، الصدق هو فاتحة أي شيء. الصدق مع الله، الصدق مع النفس، الصدق مع الآخرين، الصدق في المعاملات. الصدق باب واسع جدا وعظيم جدا، وأي يعني آية في القرآن الكريم لازم بشكل مباشر وغير مباشر تتكلم عن الصادق والصدق والصادقين، وإيش لهم في الدنيا وفي الآخرة، وإيش ميزتهم عند الله سبحانه وتعالى. الصديقين والشهداء، يعني إيش يعني الصدق؟ الصدق لو نبغى نتكلم عن هذا الموضوع من الآن إلى ما شاء الله لن ننتهي منه. لذلك بسيط، له الموضوع بسيط وله الموضوع صعب، لكن هذا الخلق هو مما يأثم الإنسان لما ما يكون عنده هذا الصدق. الصدق هو بداية علاقة مع الله، الصدق هو بداية علاقة الإنسان مع نفسه. الصدق مع النفس معناها أني أنا راح أكون واضح مع نفسي، راح أقوم نفسي، راح أعدل نفسي بصدق، بدون مجاملة، بدون دفاع، بدون أي شيء، مكاشفة. فالصدق أمر عظيم جدا، فهو من الأخلاق الواجب الاتصاف بها. زي الصدق إيش هو؟ الإخلاص، الأمانة، التقوى والإحسان.
هذه الصفات أو الأخلاق الحسنة القوية جدا حتى بأسمائها حتى بمعانيها هي مما يجب على الإنسان أن يتصف بها أو المرأة أن تتصف بها، لأنه على أساسه في قوام للحياة، في استقامة للحياة، في سعادة في الحياة، في أنه الإنسان حيعيش حياة صحيحة، بالصدق حيعيش حياة صحيحة، بالأمانة حيعيش حياة صحيحة، بالإخلاص رح يعيش حياة صحيحة، وبالتقوى وبالإحسان رح يعيش حياة صحيحة مع نفسه ومع الله ومع الآخرين ومع الدنيا كلها. بدون هذه الصفات رح يكون الإنسان في وادي آخر من الشقاء والتعاسة والنكد، وهذا واضح جدا لو احنا أخذنا المقابل للمسلمين هم الكفار، عندهم خلاف تماما هذه الأشياء. وإذا وجد الصدق وجد الصدق للمصلحة، ومتى ما انتهت المصلحة يظهر الكذب أو يظهر الاحتيال أو يظهر أي شيء، وإذا في إخلاص فهو للمصلحة، وإذا راح هذا الشيء معناها راح يظهر شيء آخر. طبعا في من الأخلاق ما هو يعني جائز، يعني تثاب إذا هي المرأة اكتسبته أو حاولت تكتسبه يكون فيها، وما تعاقب على إنها تتركه. من هذه الأخلاق الكريمة السخاء، الكرم، الشجاعة، الإقدام. طبعا لما نيجي ناخذ مثلا خلق زي الكرم، نقول للمرأة خليكي كريمة. الكرم ليس في المال فقط، الكرم في الأخلاق، الكرم في الكلام، الكرم في المشاعر. المعنى واسع جدا في موضوع الكرم. كل واحدة ممكن تكون كريمة بما تستطيع، كل واحدة ممكن تكون كريمة من خلال كلماتها اللي تعطيها لزوجها، اللي تمنحها لأولادها، لمن حولها، تشجعهم، تأيدهم، تقويهم، تدفعهم انهم يكونوا اقوياء، انهم يتعلموا، انهم يبذلوا جهد مع نفسهم، مع ربهم، مع الناس، في حياتهم كلها. هذا كرم. في نساء كريمات بالمال، ممكن تنفق على أهل بيتها، ممكن تنفق على كل اللي حولها، فهي مصدر للسعادة. هذا الكرم اللي عندها هي مصدر لسعادة الآخرين. في نساء عندهم شجاعة، في عندهم إقدام، في نساء عندهم يعني لين في الطبع. فإحنا ما نقول مثلا نساء، بعض النساء يكون شديدات مثلا، نقول لا ليه ما تكوني طيب لينة، ما هي ما تقدر، هي قدرتها كذا، الله سبحانه وتعالى خلقها كذا، هي ما تقدر تكون غير هذا الشخص اللي هي عليه في هذا الخلق. فإحنا ما ننقد مثلا إنه في بعض الأخلاق هي لينة وفي بعض الأخلاق هي قوية جدا عند نساء أخريات، فهذا ما هو قوة وضعف، إنما كويس إنه هي موجودة عند هؤلاء، وكويس اللي هو الصفة الثانية القوية تكون عند بعض النساء. لذلك هذه من الصفات أو من الأخلاق اللي لو اكتسبتها المرأة وتحاولت إنها تكون فيها وتمرن وتربي نفسها عليها، فهي مما تثاب على فعله، بل هو بالعكس، هو يزيدها قوة على قوتها، ويقوي الضعف اللي يكون عندها في أي جانب من جوانب الحياة. النساء ما يستهينوا بموضوع الأخلاق هذا لأنه مهم جدا. عندنا من الأخلاق طبعا محرمة اللي تعاقب المرأة على فعلها وتثاب أنها تتركها. عندنا الكذب، هو آفة الآفات. الكذبة نفسها هي تحتاج كذبة حتى تغطيها، والكذبة الثانية تحتاج كذبة ثالثة، ففي مسلسل من الأكاذيب. لذلك الكذب دائما هو من المحرمات. إن الكذب لا يهدي لا يهدي إلى الفجور، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهو موضوع مهم جدا وموضوع خطير جدا على حياة المرأة وعلى علاقتها بالله وعلاقتها بنفسها وعلاقتها بالآخرين. لذلك هذه من الأخلاق المحرمة. وعندنا النفاق طبعا ليس هو المجاملة، النفاق موضوع ثاني مختلف تماما. فلا نفسر الموضوع المجاملات انه هو موضوع نفاق، بالعكس احنا موضوع المجاملات لازم ناخده في زاوية ايش؟ في زاوية اللين بالقول مع الآخرين، الاتصاف بالخلق الحسن، ان احنا نكون لطيفين مع الآخرين حتى نحافظ على علاقتنا معهم. مو لازم كل كلمة والتانية نقولها زي ما هي، يعني أبيض أو أسود للآخرين، نوجه لهم الكلام على مبدأ إيش؟ أنا ما أحب والله أنافق، هذا مو صحيح، موضوع مختلف تماما. النفاق شيء مختلف تماما، النفاق شيء مختلف عن اللي هو المجاملات اللطيفة اللي نحفظ بها القلوب والأخلاق والنفسيات، إنه ما تنكسر ولا تنخدش. وعندنا كمان الحب الأحقاد والأنكات. في بعض النساء والعياذ بالله يعني عندهم حب للشر غير طبيعي، ما يتناسب أبدا مع أن المرأة مخلوق لطيف جدا ومخلوق رقيق جدا، فتلاقيها عندها هذا الجانب حب عظيم جدا لهذه الأشياء. عندنا من الأخلاق اللي المرأة لازم تحذر أنه هي ما تكون فيها أو حتى أنه تكرهها وتنكرها،
الأخلاق المكروهة زي إيش؟ التشاؤم. التشاؤم، توقع وقوع المصائب، الحوادث، الكوارث، التفكير السيء، والله لو صار كذا إيش حيصير، في سيناريو دائما، في دراما حزينة، في دراما كئيبة في العقل. فهذه من الأشياء المكروهة أو الأخلاق المكروهة. الاستمرار في التشاؤم يخلي هذا خلق عند المرأة، ما هو حدث، ما هو شيء الآن يصير وبعدين ينتهي، لا، تكراره يصير عند المرأة، هو عندها خلق، دائما عندها تشاؤم. إذا تأخر ولدها لا يكون صار له حادث، إذا ما حد دق عليها لا يكون صار لهم شيء، على طول يعني في نتيجة المخاوف تبعها. وعندنا من الأخلاق المكروهة حب سماع النميمة. ما راح نقول تقول النميمة، إنما تحب تسمع النميمة، هناك فرق يعني، فيبغى لنا ننتبه له. حب سماع النميمة، أحب أسمع والله الناس إيش يقولوا عن بعضهم البعض، خلاص فلانة عن فلانة، علانة عن علانة، بهذا الشكل، تتبع هذه الأشياء. فلما تقولي طب ليش، يقول لك أنا ما صمانة، ما أنا جالسة أسمع. اللي يسمع واللي يتكلم نفس الشيء، ما في فرق. وهذا أمر خطير جدا، ونحن النساء مع الأسف الشديد نتساهل فيه لأنه الشيطان يجي لنا من كل مدخل ومدخل حتى نمارسه. جاء في بالي قصة، خلوني أحكي لكم إياها. هي عن امرأة كانت شديدة العبادة، امرأة نحسبها كذلك فيها خير عظيم جدا. القصة ما هي من الخيال، لأنه هم بناتها يعني يحكوا هذه القصة. لكنها ماتت. فلما ماتت وجو يغسلوها، مع الأسف الشديد أنه كل ما جو يكب عليها المويه في الغسيل، هي ميتة لكنها تمسك بسرير حقت الغسل. فكانوا الناس يعني المغسلات مستغربين جدا من الموضوع هذا، فخرجوا قال ما نغسل. فذهبوا إلى بناتها وسألوهم إيش مشكلة أمكم، يعني إحنا قاعدين نغسلها بالماء لكنها تمسك وهي ميتة. فما رضيوا إلا بعد ما ضغطوا عليهم، قالوا والله أمنا امرأة كويسة وتحب الناس وتساعد الناس وتفعل. ذكروا من الخير اللي تسويه أمهم شيء كثير جدا، لكن عندها خلق واحد صغير سيء. طيب إيش هذا الخلق؟ قالت كانت تحب تمشي بالنميمة، ما ترتاح إلا لما يعني توقع اثنتين مع بعضهم. حتى إحنا في البيت ما سلمنا منها، إحنا بناتها ولا أولادها لازم توقع بيننا وبينهم. هذه كانت مشكلتها. وتحسبوه أنه هينا وهو عند الله عظيم، بس خلق صغير، هم قالوا عنه أنه صغير جدا، يعني شيء بسيط بالنسبة لما قدمته لله سبحانه وتعالى. لكن كل هذا شيء وهذا الخلق أثر على أنه حتى وهي ميتة يعني تعذب أو تتأثر فيه. فنحن ما نستهين، أخواتي المستمعات، ما نستهين أبدا بموضوع الأخلاق. حسن الخلق دائما عاقبته إلى خير. الله سبحانه وتعالى أثنى على من كان حسن الخلق، من كان طيب الخلق، من كان لين الجانب، من كان يعني خلقه زي خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. محاولة أن احنا نكون من الناس أو النساء الصالحات اللي عندهم أخلاق حسنة، إن هم نساء قويات، إن هم نساء لا يخافون في الله لومة لائم، إن هم نساء يؤثروا على كل أحد أو على كل شيء يقع عليه عينهم أو بصرهم أو يدهم أو يقع تحت سلطتهم بهذه القوة. هذا ليس عمل سهل، لكنه كمان ما هو صعب. إذا توكلنا على الله سبحانه وتعالى في بناء أنفسنا، وانطلقنا من علاقتنا بالله سبحانه وتعالى في هذا البناء، وضبطنا نفسنا بالضوابط الشرعية في بناء أنفسنا، في تعليم أنفسنا، في تقوية ذاتنا، في بناء قناعات لنا، في رسم حدود، في بناء إطار، في شكل معين، هذا راح نقدر نوصل له. نساء السلف الصالح ما وصلوا للي وصلوا عليه إلا بهذه المكافحة والمجاهدة. هم نساء ونحن نساء، الفرق بيننا وبينهم هي الإرادة فقط هي اللي تصنع كل شيء عظيم. الإرادة والصدق مع الله سبحانه وتعالى في البداية، والصدق مع النفس، هي اللي تصنع الفرق، هي اللي تجعل المرأة توصل مواصل عظيمة جدا في حياتها ومع نفسها في البداية، وتشعر بالسعادة والطمأنينة. وبهذا الشعور هي تنطلق للخارج، تكون مصدر سعادة لزوجها، مصدر سعادة لأبنائها، مصدر سعادة لكل من يقع حولها. فكل الناس يكونوا سعيدين بجوار هذه المرأة وبقرب هذه المرأة. نسأل الله سبحانه وتعالى وندعوه دائما ونقول في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا شرها وسيئها لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت. وبهذا الموضوع نكون خلصنا الموضوع الأساسي اللي هو بعد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، العلاقة مع النفس. إن شاء الله تعالى
الثلاثاء القادم في نفس الموعد رح نتكلم عن أثر علاقتنا احنا مع الآخرين، كيف نبني علاقة مع الآخرين، علاقة صحيحة وقوية، وكيف ننطلق من علاقتنا مع الآخرين في بناء المجتمع السعيد الذي نتمنى أن نعيش فيه وأن نكون من ضمنه ومن المؤثرين فيه. كنت أنا معكم خديجة برهان في برنامج المرأة والحياة هذا اليوم الثلاثاء. أترككم في حفظ الله ورعايته على أن ألتقي بكم في المرة القادمة في نفس الموعد. في أمان الله. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. هيا بالعزم نعيد اليوم مجدا، إن أردنا للهوى والجهل حدا. إن أردنا للهوى والجهل حدا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. أين أنت أيها الجيل الطموح، أين أنت أيها البر النصوح. أين أنت أيها الجيل الطموح، أين أنت أيها البر النصوح. إننا جئنا بأحلام تسامى في سماء المجد والحلم تنامى.